أنت الآن على متن براقي، قصيدة جديدة لرفعت النصر. يا سيدة الشعر وسيدتي، أتأمل روعة شجوي في دهشة أوراقي، في لهفة خفقاتي، في إهمال جميع علاقاتي. ولماذا لم ألقاك صغيرا؟ هل كان لزاما أن يبقى العصفور غريبا؟ يا سيدة الحرف وسيدتي، الولد القروي يطالع في عينيك قصائد للعشق الفطري، يراجع فيها الأحلام الأولى. الولد القروي يسافر في عينيك بعيدا، يتدثر بالبوح الدافئ، ويراود أزهارا وطيورا تتبارى، ويضمد في ضمك كل جراحات الدنيا. يا سيدة الشعر وسيدتي، تستيقظ في لقياك الأحلام الموتى، فأهرول معها في أودية العمر الآتي. يا ساكنة في أعماقي، انتبهي، أنت الآن على متن براقي. نصاعد 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 عبر فراديس الأحلام الأشهى، عبر سماوات العشق الفطري، عبر سماوات العشق الفطري العذري، نسابق أحلام البعث سويا، ونودع أزمنة الوجع الأولى، ونداعب زهرتنا الثكلى، نرويها من دمنا. انتبهي، ها هي زي زهرتنا تطرح أوراق النشوى، مكتوبا فيها أحرفنا الأولى، يتعانق فيها قلبانا، اسمانا في غرس من أشهى أغراس الجنة. مع خالص تقديري، رفعت عبد الوهاب المرصفي، عضو اتحاد كتاب مصر.